فأكيد القصيدة الوطنية لها أثر كبير بنفوس المقاتلين. وخلوني ما أطيل أرحب بضيفنا العزيز ابن العمارة الشاعر علي شلوب. حياك الله وأهلا وسهلا بك وشرفتنا أبو حسين. الله يحفظك أستاذ علي، حياك الله. شلونك يا عمري؟ شلونك يا حبيبي؟ شلون هالعمارة؟ نعمة، شلونهم أهل العمارة؟ بخير، وأهل العمارة بخير وأمانة يعني. حملونا أمانة تحياتهم وسلامهم لحضرتك سالمين غانمين، ويتمنى لكم دوام التوفيق إن شاء الله. سالمين غانمين يا حبيبي. العمارة كلكم هيك حلوين؟ يا الله بداية حلوة بداية. ما جامل عمي ما جامل. عيونك. قبل شوية كان عندنا بفاصل احدى قصائد الجديدة للحشد الشعبي للملا علي الدلفي الله يحفظه، والشاعر رفعت الصافي الله يحفظه ابو جنة، كان بها بيت يقول شلون تجمعنا بعلي الشرجي ودهنا الماء وطلابه ماكو بيها فصول نشريها. أيوة. انتم اهل العمارة هيك؟ اهل العمارة هيك بالفتوى. زين. غير غير الفتوى لا. فلذلك راح تكون انطلاقتنا منا. زين. من حيث بديت كانت البداية. خوش. عافية ولايتي. اي. بما انه انا بن علي الشرجي. اي والله عم تستاهل. عافية ولايتي. عافية ولايتي شقد قدمت شبان. اي والله. واحدهم شمس من يوقف ويسدها. حق. الشوارع والجوامع صور متروسات. اي والله. بطن المقبرة اللي شالتهم شقدها. اللي يجينا منين ما طب صور تتلقاه. الله. علي الشرجي تربى وللحرب كدها. حسين من البداية. عافية ولايتي شقد قدمت شبان. الله أكبر. واحدهم شمس من يوقف ويسدها. الشوارع والجوامع صور متروسات. بطن المقبرة اللي شالتهم وشقدها. الله. اللي يجينا منين ما طب صور تتلقاه. علي الشرجي تربي وللحرب كدها. وصلنا المرحلة نشك حتى بالنسوان. المرأة الموثكلة وينسوان نشعدها. الله أكبر. وصلنا المرحلة نشك حتى بالنسوان. المرأة الموثكلة وينسوان نشعدها. رغمها. الله أهل العمارة. علي الشرجي تربي وللحرب كدها. وصلنا المرحلة نشك حتى بالنسوان. المرأة الموثكلة وينسوان نشعدها. اللي على فراشه ويموت ايه انحسبه زايد ضيم. مجبورين بلكت يقعد الندها. لان حتى المقابر صفن ذواقات الجنازه البلا ورود المقبره تردها. الله اكبر. رغم هذا ايه اللي يطيح نزفه للتابوت. زين. ما دام الشهاده بقده وبقدها. الله. وامه تهلهل ومن الدموع تطيح. ما تمسح الدمعه تنزل تلدها. الله. وتعذرها الخلق لو تدبك بميدان. اي والله تعذرها الخلق لو تدبك بميدان. اللي يعرس ضناها تسوي لبتها. اي والله. اللي يعرس ضناها تشوفه عرس. اي والله تشوفه عرس. صح لسانك صح بدنك وطيب الله انفاسك. حبيبي هذا الابيات الجميله وهذا الصوت الجميل وهذا الالقاء الرائع للامانه. انا مشتاق لك اولا، مفتقدك صار فتره انت مختفي من الساحه الشعريه، لكن ما مختفي من قلوب محبين علي شلوب ولا اصدقائك ولا محبين الشعر الشعبي. احنا اليوم صح الشاعر ممكن يختفي يبتعد، لكن ما ينكر حقه ولا يغبن حقه. انت من الشعراء اللي لكم باع طويل بالشعر الشعبي من 2009 ولا 2010 لهذا اليوم. شهاده افتخر بها من شاعر. الله يسلمك. لا انت اخ عزيز، انت اخ عزيز. الله يحفظك. دوام التوفيق ان شاء الله يا عمري استاذ علي. خلينا بالعماره. انا العماره احبها. مرات شويه ربعنا يقولوا لي انت تنحاز. انت رجال شمري بدوي جابك على هاي التفاصيل. اما انا رجال خوال شمريه خوال بنتي اهل العماره السواعد. والنعم. مو المجر. اي صح. بالمشرح وبالمجر. صح. اي فالعماره اليوم لها ملوحتها ولها نكهتها الخاصه. ابو حسين شنو كانت ردود الافعال بالفتوى؟ سولف لي اياها بالواقع بالعماره، ما اريدها شعر، سولف لي اياها وبعدين نسولف الشعر. والله اني اذكر يعني باللحظات الاولى بعد صدور الفتوى انه اكو مقطع دائما يذكرونه بمسلسل المختار، يقول العراقيون يخرجون من تحت الارض. الله.
فعلا والله احنا رغم جملة كبيرة. اي والله، يعني مدينتنا ناحيه علي الشرجي، يعني ناحيه صغيره، مدينه صغيره يمكن بس كبيرة. كبيره بعطاها والله. بشهدائها، لكن بدت الناس تلتم يعني عشوائيا، كانما متفقين، كانما يدرون اكو فتوى كل من واسلاحه، وبدت الناس يعني كعشائر بدت تتوافد. صح. هاي الغيرة العراقية. عشائر يعني انا مو بصدد ذكر الاسماء العشائر، لكن بدت العشائر كل عشيره ومجموعه وبيرغها وكذا وبيارخهم والهوسات يامني ودينا يامني منين يحصلون السياره يعني. طبعا هاي المفردة اللي مستخدمها ابو جنة اخونا رفعت الصافي، انا سامعها من احد اهالي العمارة للامانة قبل فترة، وشكرا لرفعت الصافي من وظفها بهذا القصيدة الجميلة اللي تزامنت بعيد الحشد. احد عشائرنا النوافل، تحياتنا لابو محمد، يقول من صارت الفتوى يقول ابوي كتل ببلاش. مو كتل ببلاش. فشوف هاي الغيره وهذه الشجاعه العراقيه العمارشيه، لو العمارتليه احنا نقول عمارشيه احلى. اي عمارشيه. مو عمارشيه. ابو حسين اريد استثمر وجودك نسمع ان شاء الله. في اللحظات الاولى بعد صدور الفتوى المباركه، نعم، صدرت إحدى الرسائل من أحد المتطوعين، أحد أبطال الحشد الشعبي، إلى من اعتدى على حرمات العراق. حق. قال له اللي يسيرع لبيت، اللي يسيرع لبيت يدق على الباب يستأذن قبل لا يخطي خطوة. هذا الحق. وإذا ما رعى حرمة بيت ينهان اللي يطب من دون دقة باب سطوة. طبعا ترى التنداس عتبة بيته مهضوم، يمشي بطوله بس بظله حنوه. اي والله. يلطب بيت طلابت وياك، ما دقيت باب وجيت عنه. قوم وياك واهلك لا يحولون، اعلى دوسة بيت ابد ما اطعطوا. الله الله. قوم وياك واهلك لا يحولون، واهلك لا يحولون، على دوسة بيت، على دوسة بيت ابد ما اطعطوا. الله الله. ولو تفصل مربع تبقى مطلوب، ال1700 بروح فجوه. الله. مو بدوانه. ولو تفصل مربع تبقى ولو مطلوب. تفصل مربع تبقى مطلوب، وال1700 بروح فجوه. مو بدوانه. بس سبايكر ثار. حق. ودم سبايكر مو مال نسوه. اي والله. ما جاني لأن يعرفني بالغيظ، المحزمك بلاك وياي بلوع. أنا من اختاض بكتار الهوى يلوذ. والله صح. شبل ربان أسد رضعتني الأبوة، مو شان الأهد وترجع حاجوز، جيت بطرق روح سلاحي فتوى. الله الله. مو شان الأهد وترجع حاجوز، جيت بطرق روح سلاحي فتوى. جيت وجبت نوح وآدم وحوت. زين. وبشرك هم فزعوا وموش نخوة. زين. جاكم نوح لن وصلنا مرساه. والله صدق. وآدم جايكم لن بعتوا حواء. الله. جيت وجبت نوح وآدم وحوت. وبشرك هم فزعوا وموش نخوة. زين. جاكم نوح لن وصلنا مرساه. وادم جايكم لن بعتوا حواء. وجاكم حوت يونس حلقه مفتوح يطلبكم نبي بالع تعبون. ومو بس هاي، نطلبكم بعد ثار. دوسة بيت فاطم طبته قوه، وبوقتها هناك ما موجود عباس، وبالحسنين كانوا موصى توه. الله. وكان الراي ننطركم تتوبون، لابد هالضماير ليها صحوه. امنهد كسر الضلع، واليوم كم هذا نطرناكم ولكن دون جدوى. اذا حضروا رقبكم جايكم سيف، اجيب نروسكم ليتام كسوه. الله. اجيب نروسكم ليتام كسوه. الله. حبيبي استاذ علي، فدوى لكلامك، فدوى لصوتك، فدوى لهذه المعاني يا ابو حسين. اليوم ما شاء الله يا ربي، يعني للامانه اليوم انا صدري صار هالكبره. شهاده والله العظيم. اليوم نفرح لما نشوف هيك شاعريه، وكذلك انه متجسده بابيات للحشد الشعبي. هذه البطولات اللي لابد ان تذكر. والله اقل ما نقدمه لهاي التضحيات وفاء وتقديرا لدماء اهلنا واصدقائنا واخوتنا. انا اليوم عندي مساحه وبراحتي، اريد اسولف وياك بموضوع
عرفته قبل فترة أنه شنو موضوع الدراسات اللي طابله بالفترة الأخيرة وخلي الشعر بي والأمور سولف لي. الموضوع الدراسات الحمد لله خلصت أنا قبل يعني مدة وجيزة. نعم. دراسة الماجستير داخل ما شاء العراق. الله. رسالتي اللي إن شاء الله قريبا راح تتحول إلى تنطبع إلى كتاب، يا الله. موقف الشعر من الأحداث السياسية في العراق. لطيف. من أنا هذا العنوان أريد نطرحه اليوم. أي إن شاء الله. إيه؟ من عام 1914 إلى عام 1958. شنو اللي تغير؟ شنو اللي صار بهذه الفترة؟ يعني اللي صار اكو حراك سياسي باشكاله كافه، سواء الثورات او الانتفاضات. نعم. او الاحداث السياسيه اللي صارت بالعراق وموقف الشعر منها. الرساله بصوره عامه توصلت لجمله من الاستنتاجات والتصورات. هو سؤالي بالتحديد استاذ علي، الشعر اثر على الموقف السياسي ام المواقف السياسيه اثرت على الشعر؟ الاثنين. اي الشعر اثر بالمواقف واسهم بتغيير مجريات بعضها. طيب. يعني غير من بعض يعني غير المجريات. مو بعض الناس يقولون انتم شعراء تبالغون. لا لا لا، غير بالدليل يعني. وكذلك الاحداث السياسيه غيرت من مضامين الشعر طبعا الى اسلوب والى مفردات جديده عسكرة القصيده وغيرها يعني اللي هو ادى الى ظهور نوع من انواع الشعر اللي هو الشعر السياسي. الشعر السياسي اللي ظهر بالتحديد يعني بدايه هو كان قديم، لكن قمه ظهوره 1914 مع بدايه الاحتلال البريطاني. نعم. اهم الاستنتاجات التصورات اللي توصلت لها بالشعر العراقي السياسي خلال هاي المده، اولا الشعر كان بمنزله سلاح من الاسلحه اللي واجه بها الاحتلال البريطاني الطبقه المثقفه ومن وراءها عامه الشعب. صح. كذلك دور الشعر واثره في التحريض للثوره ضد الاحتلال البريطاني، خاصه ثوره العشرين. شلون قدرت تدخل الشعر الشعبي برسالتك، رساله الماجستير؟ الشعر الشعبي فرض نفسه بالموضوع باعتباره يعني انا من جمله الاستنتاجات اللي توصلت لها واللي ايدني بها الاساتذه المناقشين انه الشعر الشعبي كان اكثر تاثيرا من الشعر الفصيح. والدليل على ذلك حل فرض الخامس قوموله. لا هو هسه هذا دليل، لكن من جانب ثاني الشعر الشعبي كان يرتجل بالضبط وينشد في مكان الحدث نفسه، مو مثل الشعر الفصيح اللي ينشر بجريده وثاني يوم توصل، وممكن ثاني يوم توصل وممكن يقراها بس المثقفين. صح. يعني اللي يستطيعون في زمن كانت ويفهم اللغه الفصيحه. في زمن كانت الاميه منتشره يعني بالعراق. بالضبط. اما الشعر الشعبي كان مهوال، مجرد ما يطلق الهوسه صار التجمع، صار هجوم. بالضبط. يعني بميدان المعارك. حق. يعني هي يعني احنا اذا نجيه مثلا اولا الشعر الشعبي ارخ. اكو احداث سياسيه الناس تعرفها بالشعر ما تعرفها بالاسم. معركه الرارنجيه ما حد يعرفها، يعرفون الطوب احسن لو مقواري. صح. يعني خصوصا معركه الرارنجيه بيها فد كلام كان رائع. من بعد ما انتهت ثوره العشرين وكذا، الملك واحمد حديد ورشيد عالي القيلاني راحوا لاحد شيوخ الناصريه ضيوف عليه. صح. فرشيد عالي القيلاني يسولفون عليه يقولون انه هو انفه وصاحب كبرياء وهذه التفاصيل عسكري. قال للشيخ الفلاني انه هوس للملك. الشيخ قال له رشيد انا شيخ ما بمهوال، يعني مع احتراماتي للمهاويل بس مقامات الموضوع يعني طبعا. الشيخ ما يهوس. صح. قال له عندي مهاويل اللي تهوس الملك. قال له لا شئت ام ابيت تهوس. قال له اذا تريد نتهوس تلقاه. فعاد ايش قال له الشيخ؟ قال ذبحنا الصوجر او جبنا الملوكيه. ذبحنا الجندي الصوجر الانجليز. الجندي. ذبحنا الصوجر وجبنا الملوكيه وابن علي وزيره يامر عليه على رشيد عالي القيلاني. صح. قال له بربك هم شفت هاي الافنديه بالرارنجيه انت ويانا؟ مع العلم يقول لك الرارنجيه هي من اكبر المعارك اللي اتصل بها الثوار ثوره العشرين. نسمع استاذ علي. مثل هذه الايام يعني بدايه المعارك، تعرف كان اكو دعم لوجستي قوي. المواكب الحسينيه الكل اتجه، تجار. صح. الكل اتجه. فاحد الاخوه المتبرعين تبرع بمجموعه توابيت.
هسه هي فكرة قد يقبلها البعض على اعتبار انه حرب منها صح، حرب واكو شهداء، والبعض لا قد يرفضها، يقول لك انه هذا فال يعني شوم. فاحد الابطال، احد ابطال الحشد رد علي قال له ردهن ردهن، مو شنا اللي يحتاس تابوت. زين، بعدني بحيلي ياهو اللي قال لك طاح. ردهن ردهن، مو شنا اللي مو شنا اللي يحتاس تابوت. بعدني بحيلي ياهو اللي قال لك طاح. انا ابن الحشد تربات ابو حسين والمربي علي، مو سهله يلاح. حق اطيح شلون وانا الشايل القاع، اش ما مالت اجتافع للثقل راح. ونعم، بحيث الشمس تبقى بسد مرات ميل اجتافي الله يبين صباح. الله الله، بحيث الشمس تبقى بسد مرات ميل اجتافي الله يبين صباح. لنفرض طحت زين وبعون الله ما طيح. هم سامع جبل هز طارفه رياح ثقيل، ولو طحت اخسف ظهر قاع. ايش تتصور تشيل جنازة الواح؟ اشروق انا وبمسجب سر مذبوب. اذا انا والتبرع جيب السلاح. الله الله، اشروق انا وبمسجب سر مذبوب. اذا انا والتبرع جيب السلاح. حمس من زامطونه انطبها تكريت. ايه دخلناها برهاوه وبال مرتاح، وعلي ما شفنا منهم غير الهدوم. حسبالك دخلنا الديره تشباح. الله، وتزامطنا ويا ملك الموت بالدور. الحشد لو هو الاكثر ياخذ ارواح. زين، بعدنا ما هجمنا وصاح. الاولاد وقفوا ورا جبتكم رايد ارتاح. الله الله. وبالنسبه للموصل بالهجومات ناذر الا طبها بثوب فلاح. زين، حتى شلع زرعهم عبوا ما عوفوا هم مزرعه، بس هالمره تفاح. الله، هم مزرعه. هو هذا ديدن، هذا ديدن الحشد الشعبي للامانه. اليوم اذا نريد نسولف عنه واذا نريد نأرخه بهذه الطريقه الصحيحه، بهذا الشعر الصحيح. اليوم الحشد الشعبي لما فزع، الحشد الشعبي لما طلع، الحشد الشعبي لما وصل لهذه المناطق، وصل محرر فعلا، وصل فزاع لخوته، وصل لما نحرر شال القنبله خلى بمكانها ورده. صح، هو هذا اللي الواقع واللي صار. اما الكلام والمغرض وغيره وغيره هذا حتى المفروض احنا ما نلتفت له ولا نباوع له ولا ابد. استاذ علي حبيبي، اريد اسالك للامانه، انا لمست حاله معينه، انا مو بدور تقييم، انا اصغر منه اقيمك، انت شاعر مبدع بالعكس. واخ. كتابتك لهذا النوع من القصائد للحشد الشعبي والوطنيه بصوره خاصه او عامه، انه مو كتابه عابره. يعني هسه ممكن اكو بعض من الشعراء لما يكتب قصيده وطنيه او قصيده يكتبها شلون خلينا نقول لغرض تكمله جوان او الوان الشعر الشعبي او كذا. محترم. بالنسبه لحضرتك لما تكتب القصيده الوطنيه تكتبها بنفس علي چلوب، بقابليه علي چلوب، تستحضر كل اوراقك وصورك الشعريه وتخليها. شنو السبب؟ شنو طقوسك بالكتابه استاذ علي؟ طبعا انا احييك على هذا السؤال. الله يسلمك، احييك استاذ علي. مثل ما تعرف احنا سولفنا قبل قليل انه انا دراستي بالتاريخ وبالشعر. اريد اوظف نفسي كمؤرخ وكباحث بالقصيده. يعني القصيده تعيش. اريد ارخ المرحله. احنا من جمله الاستنتاجات اللي كنا نحكي عنها بالرساله الماجستير انه الشعر ارخ لمرحله. نعم. يعني لما نذكر احد هزوجه. نعم. هزوجه بثوره العشرين لما هوسوا على الجيش البريطاني بس لا يتعلق بامريكا. احد الاساتذه يعني الشيء بالشيء يذكر. اشكل قال امريكا ايش جابها بذاك الزمن بالعراق. بذاك الزمن. فلما درست وبحثت بعدين جبت له بحث كامل انه امريكا كانت عندها انشطه سياسيه واقتصاديه بالعراق بال 1920. فالشعر ارخ لنا هاي النشاط الامريكي. شوف بس قال لا يتعلق بامريكا. بهزوجه بثلاث كلمات ارخها. فاحنا هذا دورنا كشعراء نأرخ لمرحله مهمه من مراحل تاريخ العراق. ويعني حقيقه انا عن نفسي كباحث بغض النظر عن كشعر، انا بالي انه تكون يعني دراستي القادمه او بحثي يكون عن دور الشعر الشعبي في مراحل تحرير العراق 2014 2017.
الشعر الشعبي كانت هذا له دور كلامك بارز ومهم. للأمانة ينم عن مسؤوليتك اكيد تجاه بلدك. اليوم نعرف ممكن الكثير من الشعراء هم من الشعر الشهرة، هم من الشعر أنه يوصل لأكثر عدد من الناس بكتابة القصيدة الوجدانية، القصيدة الغزلية، لكن أنت من متخلي عن هذا الجوانب وتقول أنا أريد أأرخ، أنا أريد أكتب تاريخ وطني بالقصيدة. هذا مسؤولية كبيرة من عندك أكيد للأمانة، أكيد والشعور بالمسؤولية. وبنفس الوقت أنه اليوم التاريخ لما يكتب بالشعر يؤرخ، والدليل اليوم هواي قصائد حسينية، قصائد حسينية منبرية وغيرها وصلتنا أرخت بها الكثير من المواقف، أرخت مرحلة مهمة من مراحل أريد أعرف أو يعني حتى نروح لقصيدة أخرى. عندك استذكار لشخصية معينة، لشهيد معين، لأنه خلدته بقصيدة؟ والله أنا عندي استذكار لهواي يعني من أصدقائي زين. لكن أنا خليني يكون الاستذكار عن طريق واجب الرد، خلي نسميه. قبل شوي ذكرت حضرتك بخصوص الناس اللي تقلل من تضحيات الحشد الشعبي. هاي الدماء الغالية الطاهرة الزكية، مو 1700. البعض يرى أنه مجمل التضحيات هي 1700 وهذا تصريح يعني مو 1700 العدد، لا مو 1700، مو 1700 العدد، لا العدد أكثر بعد وأكثر وزايد. أنا اطيت العراق هواي شبان بسالفة المقابر هي شاهد. جبت عمري بنطاق محزم حزام، من أول حرب شبت وانت صاعد. الله الله. جند وقضت كل جالب الجيش، النيران الحرب صاروا كواغد، الوطن ماين علي من دون الأطياف. إيش ما صارت حرب بس أنا جاهد، أذاع التضحيات تجاوز أرقام، بحيث أكبر رقم ما يبقى صامد. النجف مو زاير منقصدها، جناز يوميا من أخوته تفل واحد. النجف مو زاير النجف مو زاير منقصدها، الله الله الله. جناز يوميا من أخوته تفل واحد. وعليهم ما أتذكر مرة ونيت، وعلي منتفنهم وردا قلب بارد، ما دام الوطنهم ضحوا الروح، علي برالهم راعي الشدايد. ياهل مثلي مط الوطن شبان ونخل واشعار واقلام وشهايد، الي بكل جرف مدفون بستان. نعم. واللي بوراقها انسجنت قصايد. الله. الي بكل جرف مدفون بستان، واللي بوراقها انسجنت قصايد، واللي اقلام ظل واهسها مكسور لان قبالها انعدمت جرايد. الله. واللي صفوف مهجوره من الصياح. الله الله. الي صفوف مهجورة من الصياح، نص طلابها راحت تجاهد، البقوا شطار يملون الفراغات بس ما يوم يملون المقاعد. اللي يريد على الوطن يتزاود وياي، كون بقده الاخوان فاقد. الله. اللي يريد على الوطن يتزاود وياي، الله. كون بقده الاخوان فاقد. كون بكل شبر بالقاع الأعظام، وكون من الدمع خد امه بايد، وكون جفوفها من اللطم ميتات، مو ميتات من ثقل المعاضد. الله اكبر. وكون العيد تقضيه بين القبور بنص صولاتها كل ما تعاد، بنص صولاتها. لو هيش لا يزاودني، كل ما لو هيش لا يزاودني. مو ايوه. كبير علاوي، الله يحفظك. كبير 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 ابو حسين. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لميسان، شكرا للعماره، شكرا لعلي الشرجي على هذه القامه الشعريه الجميله المبدعه المهذبه للامانه. اليوم انت سطرت لنا ملاحم للامانه شعريه للحشد الشعبي للوطن، هذا التاريخ اللي يؤرخ بكلام علي شلوب. شكرا لك ابو حسين، شرفتنا. وانا اسف الوقت داهمنا بسرعه للامانه، يعني اليوم انا اخذت مساحه كلش كبيره من المخرج ومن المعد. اليوم هذه المساحه لابد ان تكون انا وعلي شلوب، وقضت بسرعه المشكله. الله يسلمك. الشكر لك استاذ علي، الله الشكر يحفظك. للمعد استاذ علي، وكذلك الشكر للجنود المعلومه وليس أكيد المجهوله خلف الكواليس. نعم. للسيد المخرج، للقناة النجباء الفضائية، وإن شاء الله يا رب دوام التوفيق لكم. الله يحفظك. وشكر لله على هاي الفرصة اللي جمعتنا بكم. الله يسلمك ويحفظك. وإن شاء الله نشوفكم برقي وتقدم. جزيل الشكر لك، جزيل الشكر.